إيه اللي بيحصل في ملفات أبستين وآخر التسريبات؟ فيديوهات تعذيب سرية، فواتير شراء كميات ضخمة من مواد حارقة لإخفاء أدلة، جثث مدفونة، شبكات تمويل وإتجار بالبشر. لو أنت مش متابع فأحب أقولك إننا يمكن كنا عايشين في واحدة من أكبر الخدع في التاريخ. اللي بيطلع دلوقتي من وثائق جيفري أبستين من غير حذف أو لطمس أسماء قادر يهد دول ويطير مناصب ناس كنا فاكرينهم فوق الحساب. خلال الساعات اللي فاتت اتكشفت مفاجآت صعبة تتصدق. الفيديو ده بيجمع لك أهم الخيوط اللي بتربط كل ده ببعض، وبيوضح قد إيه الشبكة دي كان ليها نفوذ وسيطرة على قرارات دول كاملة. تعال نمشي خطوة خطوة. أول حاجة، في كندا حصلت ضجة كبيرة بعد ما صندوق كاس دو ديبو إي بلاسمون دو كيبيك، وده تاني أكبر صندوق تقاعد هناك وبيدير أصول بمئات المليارات، أعلن فجأة إنه هيجند كل شراكاته المستقبلية وهيوقف أي استثمارات جديدة مع شركة دي بي وورلد اللي بتدير عشرات الموانئ حول العالم. القرار جه بعد اتهامات أخلاقية خطيرة طالت رئيس الشركة. الكلام ده ظهر بعد ما عضو الكونغرس توماس ماسي ضغط علشان تتفك الحماية عن أسماء كانت متشالة من بعض الوثائق، ومنها رسالة رد فيها أبستين على شخص بيقوله إنه بعتله فيديو تعذيب. لما الاسم اتكشف الموضوع قلب فضيحة، والصندوق الكندي قرر يوقف كل تعاملاته لحد ما الصورة تبقى أوضح. تاني حاجة، عضو تاني من الكونجرس قال إنه شاف نسخ كاملة من الملفات من غير حذف، ووصفها إنها صدمة حقيقية، ولو اتنشرت بالكامل ممكن تدمر مستقبل شخصيات سياسية كبيرة وتوقع ناس تقيلة جدا. ولو واخد بالك دونالد ترامب بقى أهدى بكتير الفترة اللي فاتت، وبدل الهجوم المعتاد بقى بيكتفي بالنفي وبيقول إنه ملوش علاقة بأي حاجة. تالت حاجة، واحدة من الوثائق الغريبة كشفت إن أبستين اشترى حوالي 1250 لتر من حمض الكبريتيك المركز في نفس اليوم اللي الفيدرال بيورو اوف انفستيجيشن فتح فيه تحقيق رسمي معاه سنة 2018. كمية ضخمة جدا خلت ناس كتير تتساءل هو هيعمل بيها إيه؟ حتى إيلون ماسك علق وقال إن الموضوع غريب، وكمان الإعلامي بيرز مورغان استغرب القصة، لأن ببساطة النوع ده من الأحماض ممكن يذيد أدلة أو بقايا بيولوجية بالكامل، وده فتح باب شكوك كبير حوالين إخفاء آثار جرائم. رابع حاجة، في بلاغات جوه الملفات بتتكلم عن وجود مواقع دفن مزعمة مرتبطة بأماكن تخص ترامب، وكمان مزرعة أبستين في نيو مكسيكو اللي كانت معروفة باسم زورو رانش. المزرعة دي اتذكرت في أكتر من شهادة باعتبارها مكان لأنشطة سرية وتجارب مش مفهومة حصلت بعيد عن أي رقابة. خامس حاجة، التمويل بقى. الوثائق بتشير إن الممول الأساسي لشبكة أبستين كان الملياردير ليزلي ويكسنر، صاحب شركات زي فيكتوريا سيكريت وباث اند بودي ووركس، ويوصف في بعض الملفات كشريك أو متآمر مشارك مع أبستين ومع شركته جيزلين ماكسويل. كمان في إشارات لتحويلات مالية وعلاقات سياسية، من بينها تمويلات مرتبطة برئيس وزراء سابق زي إيهود باراك. كل ده بيرسم صورة شبكة نفوذ كبيرة جدا، فلوس وسياسة وعلاقات متشابكة على مستوى دول. وفي النهاية اللي باين إننا لسه في أول الطريق، كل يوم وثائق جديدة بتطلع، وكل تسريب بيكشف طبقة أعمق من اللي تحتها. القصة أكبر بكتير من شخص واحد، دي شبكة كاملة، ولو كل حاجة ظهرت للعلن ممكن تغير شكل السياسة في العالم كله.